يا صباح الفل، يا صباح الرزق، يا صباح السعادة، يا ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قد الدنيا كلها. النهاردة الفيديو بتاعنا حلو جدا، وفيديو هتستفيدي منه. هو ايه يا فاتن؟ هنعمل حلو وحادق ب100 جنيه. ايوه، لو انت مصروفك 100 جنيه في اليوم ومش عارفة تعملي بيه ايه، تعالى اقولك بقى. بالذات لو اخر الشهر هنعمل اكلات اقتصادية، وكمان هنعمل للولاد حاجة حلوة. اول حاجة يا بنات، انا صحيت الصبح كده كنت عايزة افطر حاجة مختلفة، فقلت هعمل معاكم الوافل. وكمان اقتصادي جدا، بيضايه واحده بدرجه حراره الغرفه، ونص كوبايه من اللبن برضو بدرجه حراره الغرفه، ونص كوبايه ميه، ورشه من الفانيليا، بس تكون رشه محترمه كده عشان ما يبقاش فيها ريحه بيض. وهحط 3 معالق كبار من السكر، من السكر العادي. وهندوب ده كله مع بعض. اهم حاجه اقلبي كويس لحد ما السكر عندك يدوب. اول ما السكر يدوب كويس جدا، هنزل بربع كوبايه من الزيت. شايفين المقادير سهله جدا جدا، مش مكلفه خالص. عايزه اقول لكم الوافر ده، الوافر احنا بنجيبه من بره غالي جدا. وهو يعني مقاديره سهله زي ما انتم شايفين. قلبت كويس قوي، ونزلت بقى ب4 معالق من النشا، وعليهم كوبايه ونص من الدقيق، ورشه من البيكنج باودر، ورشه ملح، وطبعا منخولين كويس جدا. وهقلب بالمضرب بقى كده. انا عايزه العجينه لا هي سايله قوي تبقى زي الكريب مثلا، ولا هي تقيله قوي زي الكيك، لا انا عايزاها وسط. هوريكم دلوقتي السمك بتاعها. بس اهم حاجه هنقلب كويس جدا جدا لحد ما الدقيق يختفي، مبقاش فيها اي تكتلات. ولازم تصفيها عشان لو حاسه ان هي في تكتلات ولا حاجه. لو عندك بقى الهاند برينتر، بالهاند برينتر كده اضربيها ضربه حلوه. انا كده صفيتها وخليتها زي الفل. تعالوا بقى، اهم حاجه عندنا نمسح كده المكنه بتاعه الوافل بتاعنا. طبعا انا الاول شغلت المكنه، اول ما ادتني الانذار الاحمر والاخضر كده بتقولي ان المكنه كده معايا جاهزه. اول ما ادتني انذار اخضر، لندا يعني الخضره نورت، ابتديت بقى احط الوافر بتاعي كده. واهم حاجه يا بنات عايزه اقول لكم ادهنه زيت. انا هنا كنت نسيت ادهن من تحت، بس هدهن من فوق بقى عشان ما يلزقش فيه. تدهني الزيت دهنه كويسه جدا. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ تحفه. هي بتاخد بالظبط من دقيقه لدقيقه ونص، مش اكتر من كده، حسب المكنه بتاعتك. المكنه بتاعتي الحمد لله حلوه جدا ما شاء الله، كنت جايباها بصراحه في الرخص يعني بمبلغ لا يذكر. فالحاجات دي يا بنات بقت غاليه قوي. فممكن لو انت ما عندكيش المكنه دي وعايزه تعمليها في اللي هو القوالب السيليكون، رخيصه جدا وتقدري تعمليها وبتطلع حلوه قوي برضو. هدهن بقى كده دهني الزيت بالفرشه. اهم حاجه تدهني زيت كويس عشان الوافل بتاعك ما يلزقش في قلب المكنه. عايزه اقول لكم ده مشروع حلو جدا. في شباب كتيره بصراحه عاملاه، ويعني بصراحه يعني برافو عليهم، حاجه حلوه بيعملوه. يعني اللي مش عارف يشتغل ايه وبيعرف يعمل الحاجات دي بيعمل مشروع كده وبيبقى ناجح جدا. الناس بقت تحب الحاجات دي وانتشرت قوي في الشوارع. بس طبعا بقت غاليه، فاحنا هنعملها نجيبها غاليه ليه؟ لا احنا نعملها في البيت. وعايزه اقول لكم بتبقى بسم الله ما شاء الله بترمي كميه يعني محترمه. انا كده عامله كوبايه ونص من الدقيق، مش مكتره. انت عايزه تضعفي الكميه بقى ضعفيها. كوبايه ونص دقيق على بضايه ونص كوبايه لبن. هكتب لكم كمان المقادير في الديسكريبشن، عشان اللي عايز المقادير مكتوبه هكتبها له بالظبط. كده الوافل بتاعي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه اغطي كده المكنه كلها تبقى متغطيه، ونقفل بقى عليها ونستنى كده لحد ما تدينا انذار. زي ما انتم شايفين بقى حطيت كده الوافل بتاعنا او العجينه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين، وهقفل بقى عليها. واول ما تديني الاشاره الخضراء، اللمضه الخضراء تبتدي تنور كده، خلاص هو استوى. هنا عندي بقى مربة الحليب او التوفي، او مربة التوفي برضك هحط عليها. والناس بقى بتحط عليها سكر بودرة بس انا قلت بقى هدلع ولادي. وهنا عندي صوص الفراولة حلو قوي برضك، وطعمه جميل. قلت برضك هزين بيه شويه. طيب الصوص مربة الحليب او صوص التوفي يا بنات، طبعا الجو ابتدى يسقع بقى، فعامل كده تكتلات. فعملته بقى على حمام بخار كده، فكيته شويه. وهنحط بقى الوافل بتاعنا بعد ما خلصناه. عايزه اقولك بجد تحفه 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 كده، مقرمشه من بره وجوسي وطعمها جميل جدا. العجينه نفسها طعمها حلو قوي. وانا طبعا حاطه عليها سكر فتتاكل حاف من غير اي حاجه. بس طبعا عشان الولاد بيحبوا الشكل، والعين بتاكل قبل البق، فطبعا هحاول كده بقى احط كده معاكم مثلا صوص التوفي، الحاجات المتاحه عندكم. انا الحاجات اللي متاحه دي انا يعني انا بصراحه صحيت من النوم عايزه اكل الافطر حاجه مختلفه.
وكان خلاص كمان الولاد ميعادهم جايين من المدرسة، فقلت ايه بقى اعمل لهم حاجة حلوة كده يجوا يلاقوها. هما بيفرحوا قوي بالحاجات دي. تحفة يا بنات، جربوه بجد، المقادير مظبوطة على الشعرة وحلوة جدا جدا. واحنا دلوقتي بنشتريه من بره غالي، لا اعمليه في البيت بأقل التكلفة. عندك بقى صوص شوكولاتة بيضة، شوكولاتة غامقة، ايه تاني ممكن كمان تحطي زي ما قلتلك سكر بودرة بس، يعني ما تكلفيش بقى اي حاجة تاني. سكر بودرة، ممكن شوكولات شيبس من على الوش، الفواكه المجففة، الحاجات المتاحة عندك حطيها. انا بصراحة زي ما قلتلكوا جت كده فجأة في دماغي ان انا عايزة اعمل وافل، فما كنتش مشتريه له حاجات مخصوص، ده كانت الحاجات دي موجودة عندي في البيت. طبعا حاولت بقى عايزة اعمل لكم اي شكل كده عشان ايه التصوير، وعشان كمان العين بتاكل قبل البق. فحطيت بقى كده الفراولة، وبعدين صوص الكراميل التحفة. الفراولة كمان، صوص الفراولة ده تحفة جدا جدا. وبصراحة بيشجعوني الحاجات دي لما تبقى موجودة في البيت كده، الصوصات دي، ان انا اقوم اعمل الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله، تحفة بجد. الولاد انهبلوا لما شافوا الشكل ده، مع ان يعني الحاجات المتاحة عندي ما اشتريتش حاجة مخصوصة. ممكن بقى تدي للولاد في اللانش بوكس، تقدري بقى تدي للولاد حاجة حلوة الصبح كده وهم ماشيين. طبعا ان شاء الله انا هدي ولادي برضك في اللانش بوكس كده وهم رايحين المدرسة. تعالوا بقى نشوف رد فعلهم ايه. عايزه اقول لكم اول ما جم يا دوبك غسلوا وشهم وايديهم وبوريهم بقى الوافل، اتجننوا قالوا لي يا ماما تحفه، واتبسطوا جدا جدا. انا بقى لو كان عندي شوكليت شيبسي او فواكه مجففه كنت حطيتهم كمان، بس والله طعمه كان حلو جدا. وحاولت بقى افرحهم كده واعمل لهم حاجه مختلفه. طيب كده عملنا الوافل ومش مكلف خالص يا بنات، يعني هيكلفك بالظبط ممكن، يعني لو قلنا حاجات غالية قوي 15-10 جنيه، مش اكتر من كده. ليه؟ لان استخدمنا ربع كيلو دقيق وبيضاية واحدة ونص كوباية لبن بس ورشة فانيليا. هنا بقى يا بنات قلت كده اعمل لهم شوربة عدس، بما ان انا بقى عملت لهم حاجة حلوة. ندخل بقى على العدس والاكلة الشتوية، والاكله دي براعي الشتاء. الشتاء خلاص بقى، يعني رواح الشتاء دخلت والجو ابتدى يسقع جامد. فجبت كوبايتين من العدس الاصفر ونقيتهم كده، ولو فيهم بقى اي حاجه، عشان انا بصراحه جايباه سايب لان جوزي اللي بيجيبه، انا بحبه اكياس. فالمهم نقيته كويس قوي وغسلته تحت الميه الجاريه كويس قوي قوي. عندي هنا بقى بصلايه وجزرايه وبطاطسايه وخمس ست فصوص توم وثلاث طماطمات. ونزلت بقى بكل الكمية دي. تقدري تحطي كوسة لو حابة، بس انا بفضل الخضار ده بس. وقرن فلفل ما تنسيش لو بتحبي الحاجة سبايسي. هسيبه بقى كده كل الخضار ده مع العدس كده. انا مش بشوح ولا بعمل اي حاجة، انا بعملها بطريقة ماما الله يرحمها. وده العدس الفلاحي على اصوله، عدس كده بجد تحفة تحفة، مش هتبطلي اكل منه. المهم بعد ما استوى كويس قوي بقى، اهم حاجه وطيت النار كده لحد ما الخضار استوى مع العدس، وسبته يبرد شويه، ما يكونش سخن قوي يا بنات عشان الخلاط بتاعك ما يبص. هبتدي بقى تضربيه بالهاند بريندر بتاعتك. انا ما عنديش طبعا هاند بريندر، فهضربه في الخلاط. تمام. هنضرب العدس بتاعنا الجميل بقى في الخلاط، وتعالوا بقى نعمله. انا بحط له شعريه، انا بحبه بالشعريه بصراحه. وانتي تقدري بقى تعمليه شوربه لوحده كده من غير اي اضافات تاني. بس انا كده حطيت نص كوبايه من الشعريه على معلقتين 3 من الزيت. هحمر الشعريه كأني بعمل رز بشعريه عادي جدا. تمام. هتاخد معايا الشعريه اللون الذهبي اهو. قلبي بقى، حاولي ما تغمقيش، احنا عايزينها لونها ذهبي فاتح. عايزه اقول لكم بجد انا متعوده عليه من زمان، من ايام يعني بيتنا. ماما الله يرحمها كانت دايما تحط فيه شعريه، بحس ان بيفرق كتير وبيشبع. هقلب بقى كويس قوي الشعريه كده لحد بقى تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه. العدس بتاعنا ضربته كويس قوي وصفيته. اهم حاجه تصفي العدس بتاعك، لان مهمه جدا العدس يتصفى. هنزل بقى بالعدس، كميه العدس بتاعتي اهي. عايزه اقول لكم بجد الريحه تحفه تحفه. الشتاء بدأ بقى، واكلاته بجد او اكلات الشتاء كلها بتبقى اقتصادية جدا يا بنات. يعني العدس انا جايبة ربع كيلو، ربع كيلو ب12 جنيه ونص، لان الربع النص ب25، فالربع ب12 جنيه ونص. تمام. وعملت بقى بسم الله ما شاء الله حلة منه كفتني يومين. شفتي بقى التوفير؟ حطيت سنة كمون وسنة بسيطة من الفلفل الاسود والملح وسنة كزبرة ناشفة، وقلبت بقى كل ده مع بعض.
لو عايزه تحطي مرقه دجاج حطي، بس انا ما بفضلش، انا بحب التوابل دي بس، توابل بسيطه كده. وادي العدس بتاعنا بسم الله ما شاء الله، الشعريه خلاص استوت وبقى جميل قوي. تعالوا بقى نعمل جنبيه شويه رز. هتقولي لي رز جنب العدس؟ اقول لكم ايوه، انا بصراحه جوزي من عشاق الرز مع العدس، لكن انا بحبه فته، فاحنا هنعمل الاتنين دلوقتي. هنعمل رز الابيض عادي جدا، معلقتين زيت ومكعب زبده كده محترم وشويه ملح، وهنبتدي نشوح وفص حبهان، فص حبهان واحد، فص واحد بس، سوري مش حبهان، اسمها ايه دي، مستكة يا بنات. تمام، وهنقلب بقى كويس قوي 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 لحد ما يتشوح وياخد التشويحه الحلوه. ليه احنا بنشوح الرز مع الزبده؟ عشان يطلع رز مفلفل ما يبقاش معجن يا بنات. وده بنات كتيره بتسال يا فاتن الرز بتاعي بيطلع معجن ليه؟ سواء رز بشعريه او رز ابيض لازم يتشوح كويس قوي في الماده الدهنيه عشان خاطر يطلع مفلفل. قلبنا كويس كل اللي انتوا شايفينه ده بقى كده. طبعا ظبطي الملح بتاعك بقى، ويفضل تنزلي بالميه تكون مغليه يا بنات. وطي بقى عليها كأنك بتعملي رز عادي. وادي العدس بتاعنا بسم الله ما شاء الله، شايفين سمك بقى؟ انت بتحبيه تقيل بتحبيه خفيف يرجعلك. هنا بقى عندي عيش محمص، كنت حمصته كده في الفرن، وهنزل بقى بالعدس بتاعي. تحفه يا بنات، ريحته بجد حرفيا تحفه. انا جربت العدس اللي بيقولوا بيتشوح ده، مفيش احسن من الطريقه بتاعت زمان، طريقه امهاتنا الجميله دي اللي بتقلب ريحه البيت. تلاقي كده الجيران بتخبط عليكي وبتقولك انت عامله اكل ايه من كتر الريحه. عملت بقى الفته الجميله، الفته دي بتاعتي انا من عشاق فته العدس. وطبعا المخلل بقى بتاعنا الجميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تاني يوم كان على طول تحفه. مخلل اللفت يا بنات ما تستغنيش عنه في البيت. واللفت يعني ال4 ب10، انا جايبه ب5 جنيه بس 2 كيلو. وادي الرز بتاعنا، البوله بتاعتنا التحفه، الرز مفلفل وجميل. طبعا شويه بصل بقى، شويه جرجير، لزوم بقى كده الاكله الحرشه دي. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش شوربه عدس كده تحطيها بقى، ونص ليمونه بقى. اللي ما بيعصرش ليمون على العدس يبقى ما كلش عدس اصلا. الليمون مع العدس بيدي ميكس حلو قوي 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 يا بنات. طبعا بما ان انا هاكل فته، فانا لازم برضو اعمل لي بوله محترمه كده من العدس. حاجة كده تدفي يا بنات، وحاجة تدفي البيت الجيب برضو، اقتصادية مش مكلفة خالص. عملت لولادي الحلو والحادي، والست الشاطرة هي اللي بتدبر نفسها وبتعمل الحلو في البيت. وعايزة اقول لكم بجد يعني الحمد لله اللهم بارك، كان اليوم حلو اتبسطنا لأكلة العدس رضا الحمد لله. وكمان عملت لهم حاجة حلوة وافل برضو، قلت افرحهم مش عدس وبس. يا رب النهاردة الفيديو بتاعي يعجبكم يا بنات، ووصفتي النهاردة تكون عجبتكم. جربوا